حرف مد طولا. يقرأ: أرايت الذي يكذب بالدين. أرايتم إن كان من عند الله أفرايتم اللات والعزى. هذا في حال الوصل بما بعده. أما في حال الوقف عليه فيتعين التسهيل بين في كلمة أرايت من أجل اجتماع 3 سواكن ظواهر. أنت في كلمة أرايت بالذات، في كلمة أرايت بالذات ذكر الشيخ أننا في حال الوصل يمتنع الإبدال. قل: أرايت الذي يكذب بهذا الدين، أو أرايت الذي يكذب بالدين. أنت إذا وصلت بما بعدها عندي فيها الوجهان، ولهذا من يجمع تحريرات الأوجه كلها عند الأزرق يقرأ: أرايت الذي يكذب، أرايت الذي يكذب. يجوز الوجهان، بأي وجه قرأت جاز.